السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي أبطال تالتة إعدادي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. يا رب تكونوا كلكم بخير إن شاء الله. النهاردة هنحل مع بعض امتحان محافظة الوادي الجديد رقم 23. وقبل ما نبتدي نعمل لايك للفيديو، شير والاشتراك في القناة ونفعل زر الجرس للكل عشان يوصلكم كل جديد بأمر الله. نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال رقم 1: أمامك خريطة للهند، اكتب ما تدل عليه الأرقام الآتية. زي ما احنا شايفين يا أبطال، رقم 1 على الخريطة بيشير إلى هضبة الدكن. أما 2 العاصمة السياسية هي نيو دلهي. أما 3 خليج البنغال. بما تفسر تركز زراعة بنجر السكر في أوروبا بسبب توافر شروط زراعته من درجة حرارة معتدلة وتربة مناسبة. تعتبر استراليا أولى دول العالم في إنتاج الصوف. السؤال ده مكرر قبل كده، معنى مكرر إنه بيتكرر كتير وبيجي في الامتحان. لوجود أغنام المارينو الشهيرة بغزارة الصوف. القيمة الاقتصادية للأبقار محدودة في الهند. برضو السؤال ده يا أبطال اتكرر قبل كده. ليه؟ بسبب تحريم الديانة الهندوسية أكل لحوم الأبقار. انكماش مساحة الحشائش بالسهول الساحلية في ألمانيا. برضو من الأسئلة المكررة. عايزة أقولكم يا أبطال إن اللي ما ذاكرش المنهج ولما كويس في المذاكرة، لو حل الامتحانات كلها مجموعة الامتحانات اللي موجودة في الكتاب بأمر الله يدخل المادة وهو مقفلها. هقول بسبب إحلال الزراعة محلها والتوسع العمراني. حدد أولى الدول في العالم لإنتاج البترول. هي دولة إيه؟ السعودية. أما قصب السكر هو إيه؟ دولة البرازيل. اكتب كلمة صواب أو خطأ أمام العبارة الآتية مع ذكر السبب في الحالتين. صح هقول لي وغلط هقول لي. توجد صناعة الألمنيوم في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية. العبارة صحيحة. ليه؟ بسبب توافر مقومات صناعته بها من طاقة كهربائية وخبرة علمية وفنية متطورة، سوق محلية وخارجية تستوعب الإنتاج. ما النتائج المترتبة على استخدام الآلات الزراعية والطرق العلمية في الزراعة التجارية؟ ترتب على ذلك ايه؟ قلة التكاليف وقلة العمالة الزراعية. ما النتائج المترتبة على تدفق البترول في شبه الجزيرة العربية بالنسبة لحرفة الرعي؟ هو طلب مننا ايه؟ شبه الجزيرة العربية. هقول ترتب على تدفق البترول في شبه الجزيرة العربية قلة عدد القائمين على حرفة الرعي البدائي في شبه الجزيرة العربية. ما النتائج المترتبة على الوحدة الاقتصادية الأوروبية؟ أدت الوحدة الاقتصادية الأوروبية إلى التكامل في الجوانب الاقتصادية الصناعية والتجارية وحمايتها جمركيا وتدعيمها من جانب هيئة الاتحاد الأوروبي. تمتع نيجيريا بساحل طويل على خليج غينيا. ترتب على ذلك أقول إنتاج نيجيريا كميات كبيرة من الأسماك. ترتب على ذلك إنتاج نيجيريا كميات كبيرة من الأسماك. اختر من المحاصيل التي تستخدم في تصنيع إطارات السيارات هو المطاط الطبيعي. أولى الدول العربية المنتجة للطاقة الكهربائية من الرياح هي دولة مصر. تعتبر مين العمود الفقري للاقتصاد الألماني؟ الصناعة. قارن بين كل من الزراعة البسيطة والكثيفة من حيث أهم الخصائص وأهم المحاصيل. الزراعة البسيطة أو البدائية خصائصها يا أبطال: تستخدم فيها أدوات بدائية بسيطة، ضيق المساحة المزروعة وتباعدها عن بعضها البعض، بتوفر الاحتياجات الغذائية اللازمة للسكان المحليين دون وجود فائض للتصدير. أما أهم محاصيلها الذرة والموز والكسافة واليام. الزراعة الكثيفة خصائصها: تتم زراعة الأرض أكتر من مرة في العام الواحد بأكتر من محصول. صغر مساحات الحقول الزراعية مما يؤدي إلى صعوبة استخدام الآلات والميكنة الزراعية. تتطلب أيدي عاملة وفيرة لأنها بتتم من خلال عمليات عديدة مثل بذر الحبوب والري وتنقية الحشائش. أما عن أهم محاصيلها القمح والرز والقطن. لمن تنسب الأعمال التالية؟ قام بتأسيس تنظيم الضباط الأحرار. طبعا هو مين؟ جمال عبد الناصر.
تولى منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة واستشهد في حرب الاستنزاف هو ايه؟ الفريق عبد المنعم رياض. تولى القيادة العامة الموحدة المصرية والسورية في حرب أكتوبر 73 هو مين؟ المشير أحمد إسماعيل. عادت في عهده طابة للسيادة المصرية بعد اللجوء للتحكيم الدولي هو مين؟ محمد حسني مبارك. الرئيس الأمريكي الذي دعا مصر وإسرائيل لمؤتمر كامب ديفيد للتوصل إلى إطار اتفاق للسلام هو الرئيس الأمريكي كارتر. ما العلاقة بين حركات التحرر الوطني في الجزائر والعدوان الثلاثي على مصر؟ السؤال ده يا أبطال من الأسئلة المهمة، حيث كان من أسباب العدوان الثلاثي على مصر 1956 مساندة مصر لحركات التحرر الوطني في الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي، فكانت من ضمن الدول المشتركة في العدوان دولة فرنسا. ما العلاقة بين معاهدة 36 والاقتصاد المصري؟ والسؤال ده مهم وبيتكرر كتير. تدهورت الحياة الاقتصادية بمصر حيث أدى توقيع معاهدة 1936 إلى إيه؟ جعل مصر ميدان لمعارك الحرب العالمية التانية واستنزاف موارد مصر لخدمة بريطانيا وحلفائها، ممن ترتب عليه إرهاق الاقتصاد المصري وزيادة معاناة أفراد الشعب. دلل. نجحت ثورة 23 يوليو في القضاء على الإقطاع. السؤال ده برضه يا حبايبي اتكرر قبل كده، حيث تم القضاء على حيث كان من إنجازات الثورة في المجال الاجتماعي القضاء على الإقطاع، وتحقق ذلك من خلال إصدار قانون الإصلاح الزراعي الأول في سبتمبر 52، ثم صدور قوانين أخرى للإصلاح الزراعي الذي حددت الملكية الزراعية في النهاية ب50 فدان، ممن زاد من تملك الفلاحين للأراضي الزراعية. دلل. أنهت حرب أكتوبر نظرية الأمن الإسرائيلية؟ برضو السؤال ده من الأسئلة اللي بتتكرر، حيث تم انتهاء نظرية الأمن الإسرائيلية بعد انهيار الخطوط الدفاعية والتحصينات القوية مثل خط بارليف. ما المقصود بالمصطلحات الآتية؟ عدم الانحياز، وعد بلفور، خط آلون، ومجلس الأمن.